باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، في أيام البسخة وفي ليلة الأربع، الساعة الأولى اللي هي 3 مساء، يعني الساعة الأولى النبوة كانت من حزقيال النبي، وكانت النبوة من الإصحاح 22 من آية 17 لآية 22. سريعا كده، حزقيال كان ابن كاهن، فبالتالي هو كاهن. عارفين طبعا في العهد القديم من الكهنوت كان من نسل هارون، كل الذكور اللي من نسل هارون اللي ما فيهوش اي عيب جسدي يعني بيكون في الكهنوت، فكان حزقيال كاهن بهذا الشكل يعني. بس طبعا حزقيال لم يمارس الكهنوت لانه كان في السبي، يعني السبي البابلي، فبالتالي ما مارسش الكهنوت يعني. حزقيال كتب نبواته في سفر حزقيال اللي موجود في أسفار العهد القديم، وهو 48 إصحاح. حزقيال كان زي ما قلنا ان هو كان كاهن، هو ايضا كان نبي لانه كتب سفر النبوه، هو ايضا كان رائي. رائي بمعنى ان هو شاف رؤى، زي ما نقول على يوحنا الحبيبي وهو يوحنا الرائي، عشان يوحنا الحبيب كتب سفر الرؤيا وشاف رؤى كتيره يعني، فنقول عنه يوحنا الرائي. فحزقيال برضو كان رائي لانه شاف مجد الله وشاف الاربع حيوانات الغير المتجسدين، واكثر من مره الله ميزه بهذه الرؤى يعني، فيعتبر حزقيال برضو هو رائي. لما نيجي ندرس الأنبياء في العهد القديم بنقسمهم ل3 مجموعات: أنبياء ما قبل السبي، وأنبياء السبي، وأنبياء ما بعد السبي. فحزقيال يعتبر هو في أنبياء السبي، المجموعة اللي في النص ديت. اسم حزقيال هو من مقطعين: حزق ويا. سيبكم اللام دي يعني المضافة ممكن تشيل ممكن تتحط، زي مثلا حزقية، حزقيال هو نفس الاسم يعني. خلي بالكم حزق معناها قوي او يقوي، يجي منها المصدر او الفعل يعني. وياه هي اختصار يهوه، عشان كده هتلاقوها في اسامي كتيره زي ايليا، اشعيا، وهكذا يعني. فحزقية او حزقيال معناها الله يقوي، ده معنى اسم حزقيال، وزي ما قلنا ان هو من انبياء السبي. النبوة اللي اختارتها الكنيسة من الإصحاح 22، ولو عندكم إنجيل بيكتب عناوين كده في بداية الإصحاح أو بداية الباراجراف للمقطع ده يعني، هتلاقوا في بداية الإصحاح 22 العنوان خطايا أورشليم. فمعنى كده ان الاصحاح هيتكلم عن اللي وصل ليه شعب الله المتبقي في اورشليم. طبعا كان حزقيال في السبي، فبيتكلم عن اللي لسه موجودين في اورشليم، وبيتكلم عن خطايا هذا الشعب يعني. برغم السبي اللي حصل، الناس اللي موجوده في اورشليم ما تابوش، لكن فضلوا برضه في خطاياهم يعني. النبوه من 17 ل 22 النبوه بتقول: يا ابن ادم قد صار. من الآية 17 يقول: وكان إلي كلام الرب قائلا. دي الآية 17. هيقول بقى ربنا هيقول إيه؟ من آية 18 يقول: وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم قد صار لي بيت إسرائيل زغلا. كسار بيت إسرائيل زغلا. مش عارف انتوا عارفين كلمة زغل ولا لا. الزغل هو مجموعة المعادن اللي لما ينقوا الذهب أو الفضة، لما يحطوه كده في البطاقة ويولعوا نار شديدة تحته، تبتدي المعادن ديت هي اللي تسيح الأول أو تتسرب يعني، ويفضل الذهب موجود يعني أو الفضة موجود. فالزغل ده هو بقى المعادن الخليطة مع الفضة، عشان هو هنا يتكلم على الفضة أكتر، فخلينا نركز على الفضة يعني. وطبعا الفضة ليها عيارات زي ما للذهب يعني، عيار 18 21 24 14 كده يعني. الفضة برضو نفس الحكاية، وده معناها برضو درجة النقاوة بتاعت الفضة يعني. ربنا بيقول إن شعبه، شعب إسرائيل، قد صاروا زغلا، مش صاروا فضة، مش صاروا أنقياء، مش صاروا مقدسين، لا ده صاروا الزغل، زاروا كل المعادن التانية. يقول كده: صار بيت إسرائيل لي زغلا كلهم نحاس وأزدير وحديد ورصاص، اللي هي المفروض المعادن اللي تقع بقى لما يجي ينقوا الفضة. بدل ما يبقى هم الفضة النقية والمعادن دي كلها تقع منهم، هم ينفصلوا عنهم، لا ده بقى شعب إسرائيل هم الزغل، هم الخليط دوت، هو المعادن اللي ملهاش أي قيمة ديت يعني،
طبعا الذهب والفضة كانوا ليهم قيمة، وكان يعتبر ليهم وليهم ثمن يعني عن المعادن التانية يعني. يكمل بعد كده ويقولوا صاروا زغل فضة، يعني المعادن اللي هي بتبقى خليط مختلطة مع الفضة يعني. الآية 19 يقول لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب من حيث أنكم كلكم صرتم زغلا. انتوا خلوا بالكم بقى من دي، حيث كلكم صرتم زغلا، انتوا اللي صرتوا زغلا. ربنا ما عملش فيهم كده، ده هم اللي استباحوا لنفسهم العبادات الأخرى، هم اللي استباحوا لنفسهم العادات والتقاليد والأخلاقيات المتدنية بتاعت الشعوب المجاورة، هم اللي استباحوا لنفسهم أن يخالطوا الشعوب المجاورة في زيجات مش مقدسة. قد صاروا زغلا، هم اللي عملوا في نفسهم كده. هم المفروض يبقى فضة نقية، لكن لا، ده هم اختلطوا بقى بكل الحاجات ديت فصاروا زغلا. عشان كده يقول له الكتاب عنهم من حيث أنكم كلكم صرتم زغلا فلذلك هنذا أجمعكم في وسط أورشليم. زي ما بتتحط كده الفضة في وسط البوقة كده ويتولع تحتها نار عشان يسربوا وينقوا منها الزغل دوت. ربنا قال عشان انتوا بقيتوا زغل انا هجمعكم في وسط اورشليم، جمع الفضه والنحاس والحديد والرصاص وازير الى وسط كور لنفخ النار عليها، الطريقه اللي بينقي بيها الفضه يعني. ربنا هيجمعها في وسط اورشليم بنفس الطريقه ديت. قال كذلك اجمعكم بغضبي وسخطي واطرحكم واسبككم، فاجمعكم وانفخ عليكم في نار غضبي فتسكبون في وسطها كما تسبك الفضة في وسط الكور. عشان انتوا صرتوا زغل، عشان انتوا بقيتوا زي المعادن التانية اللي ملهاش قيمة. انتوا المفروض فضة نقية، انتوا المفروض شعب مخصص، انتوا المفروض شعب مقدس لله، لكن انتوا اختلطتوا، خدتوا من العالم وخدتوا من الناس اللي انتوا عايشين في وسطهم ومن الجيران اللي انتوا حواليهم، خدتوا منهم كل حاجة رديئة فصرتوا زغل. بدل ما تكونوا فضة نقية بقيتوا انتوا الخليط ده، انتوا المعادن التانية، انتوا الزغل بدل ما تكونوا الفضة. خلوا بالكوا برضو في ليلة الأربع بنصلي إنجيل العذارى الحكيمات والجاهلات. العذارى الجاهلات جم عرضوا على العذارى الحكيمات إن هم يخلطوا مع بعض. تعالوا ادونا من الزيت اللي معاكم في الأوعية اللي عندكم وكلنا نولع مصابيحنا ونبقى كلنا مبسوطين وفرحانين، نخلط بقى مع بعض كل حاجة مع بعضينا كده. لو كانوا عملوا كده تفتكروا كان إيه اللي هيحصل؟ العذارى الحكيمات لما ردوا على الجاهلات قالوا لهم مش هيكفينا ويكفيكم، فلو كانوا خلطوا وادوهم زي ما هم عايزين كان هيجي العريس يلاقي كل المصافيح مطفأة وسيخش ومحدش هيخش معاه، هيغلق الباب وكل العذارى يبقوا بره. لكن هم كانوا حكيمات عشان مرضوش يختلطوا ويدوا من اللي معاهم وتبقى الدنيا ماشية كده أي حاجة وخلاص. وعشان كده هم اللي دخلوا إلى العرس، التانيين ما دخلوش. شعب إسرائيل ما عرفش يعمل كده. وعشان كده بولس الرسول يقول لنا في كورنثوس الثانية 6:14 يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وبعد كده يحط علامة استفهام يقول لأنه أية خلطة للبر مع الإثم، أية خلطة للبر مع الإثم. وهو البر والفضيلة والأخلاق لو خلطت مع الشر والنجاسة والعربدة وأي حاجة مش كويسة، لو اتخلط ده مع ده البر هيبان إزاي؟ خلاص هو هيروح في وسط الإثم اللي موجود. أية خلطة للبر مع الإثم. وبعد كده برضو يسأل سؤال تعجبي تاني ويقول أية خلطة للنور مع الظلمة. ما أنت لو دخلت مكان وولعت لمبة، اللمبة ديت هتبيد كل الظلمة اللي موجودة لك، ونفس المكان لو دخلت وجيت تولع اللمبة ولقيت اللمبة مطفية، الظلمة هي اللي هتسود. ما ينفعش يختلطوا مع بعض، واحد من الاثنين لازم يسود، لا البر للإثم، لا النور للظلمة. لكن شعب إسرائيل ما عرفش يميز نفسه، ما عرفش يشوف نفسه ان هم اولاد الله، ما عرفش يشوف نفسه ان هم نور العالم، لكن خلط نفسه
مع العادات والتقاليد والشعوب التانية وتزوج منها وعبد آلهتها وأي حاجة وخلاص. فصاروا زغلا، صاروا زغلا، عشان كده ربنا صب عليهم نار غضبه. الكنيسة اختارت النبوة الصعبة دي في أسبوع الآلام عشان تقول لنا إن المسيح جه مات عشاني وعشانك، وإن تمني وتمنك دلوقتي دم المسيح، وهو قدسنا وبررنا بدمه. بس أنا لو صرت زغل، أنا هتبرر بدم المسيح؟ ما أنا دخلت بقيت زغل، دخلت وغوطت مع أي بقى مبادئ ولا أي أخلاقيات ولا أي عبادات ولا أي تزاوج ولا أي حاجة مع العالم، هصير زغل. وغضب الله المعلن من السماء على جميع فجور الناس هيعلن. زي ان الله ليس عنده محاباه، اولاده زي غير المؤمنين، لو اولاده صاروا زغل زي ما قال في حزقية كده، حزقيال النبي هيقول برضو لينا ان اسكبهم سكيبا، ويبقى نار غضب الله معلنه فينا. الكنيسه بتنذرنا، هو النبوه صعبه والكلام شديد، بس احيانا بنحتاج الكلام العنيف والشديد دوت عشان خاطر نرجع، عشان خاطر نرجع لربنا. ربنا يحمينا كلنا ونكون فضة نقية، أولاد الله الأبرار القديسين، ونكون إحنا النور اللي ينور العالم، ما نكونش إحنا الظلمة أو نختلط مع الظلمة ونصير إحنا كمان ظلمة. ربنا ينجينا من كل شر. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وإلى الأبد، آمين.